يا ترى ايه احساسك وانت قاعد بتتفرج كده على فيديو لياسمين عز وكلامها الرائع ده المستفز، الصوت الصيفي والصوت الشتوي، خصوصا الستات يعني. وما تسيبيش جوزك وهو بيتكلم معاكي وتقولي له انت هتروح الحمام عشان مشاعره، لما ياخد نفس كده ويبتدي يقول الجملة اللي بعدها والكلام الرائع ده اللي كل حلقة بتطلع عنا يعني بصراحة. المهم، عايزين نتعلم في فيديو النهاردة ازاي ان احنا نسمع اللي قدامنا ونهدي اعصابنا كده. هنعمل الحركة دي ازاي؟ يلا بينا. بص بقى يا سيدي، لما تيجي تسمع اللي قدامك ما تحطش نفسك في جملة مفيدة، ما تقولش انا لو مكانك كنت عملت كذا، انا احاسيسك تبقى عاملة بالشكل الفلاني. هو اللي بيحكي وكل واحد فينا ليه معتقداته وليه تجاربه الشخصية وليه افكاره. فانت عليك ان انت تسمعه وتحط نفسك مكانه حسب معتقداته هو. يعني ايه؟ يعني في واحد مثلا بيكون حساس جدا، الكلمة الحلوة تفرحه، الكلمة الوحشة ولو بسيطة تضايقه جدا وتخليه يبكي. ما تستهيفش مشاعره، لا، تسمع منه على حسب انت عارف عنه ايه، هو معتقداته ايه، هو افكاره ايه. في واحد تاني لا، مش فارق معاه اي كلمة حلوة ولا كلمة وحشة، لما يتضرب ضربة يا سلام اضربك مليون ضربة تاني، مفيش اي مشكلة عندي. وفي واحد تاني تجاربه في الحياة قليلة جدا، فتلاقي المشكلة بيحكيها وهي صغنونة قوي، كبيرة قوي في عينه ومصيبة وصلت ليه. واحد تاني خلاص ده واخد الموضوع من الاول واتمرمط في الارض كتير، فتلاقي نفسه المشاكل كتير حواليه وهو قاعد بكل روقان يشرب كوباية الشاي، مفيش اي مشكلة، من المخلص كوباية الشاي ابقى افكر احل الموضوع ده ازاي. وهكذا كل واحد فينا عنده معتقدات وعنده تجارب مختلفة عنك تماما. فانت حضرتك ما تحطش نفسك في تجربته، هو اللي بيحكي، انت عليك ان انت تسمعه وتحس بيه وتتأثر بالتعبيرات الوش بتاعتك، وتبتدي تتساءل في بعض الاسئلة وايه احساسك في الموقف ده، وتتأثر وتعيش معاه ولا كأنك انت ايه عايش نفس الدور. ما تحطش خالص كلمة أنا في الموضوع إلى أن يطلب منك رأيك. ساعتها يا أستاذ تمسك الميكروفون وتبتدي تتحدث عن رأيك وعن تجاربك الشخصية، وهتعمل إيه في المواقف دي وإحساسك إيه قبل كده، وهكذا. كده مش هتستفز، وفي نفس الوقت هتعرف توصل المعلومة اللي انت عايز توصلها له، هتعرف تعلق على بعض الأخطاء اللي انت شفتها، ولكن اوعى تقطعه علشان يقدر يطلع كل اللي عنده، وبعد كده هيسيبك علشان يبتدي تقول كل اللي عندك ويبتدي يتأثر بكلامك، لأنك ان انت ما أحرجتوش ولا ان انت هيفت من مشاعره. انا عايز اغير في اللي قدامي، ابتدي اعمل ايه؟ اسمعه واقول له ايوه وحاسس بيك ومقدر اللي انت فيه، وبعد كده تبتدي تنقل تجربتك بشكل ظريف وما تهيفش من مشاعره ولا رد فعله. ولا انتوا ايه رأيكم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.